النهارده وزارة الأوقاف هاجمت أئمة وقادة بعض التيارات الدينية السياسية بسبب اعتلائهم المنابر بدون توافر شروط الخطيب فيهم من وجهة نظر الوزارة. ده كان بعد صعود، أو بيقال يعني أنه بعد صعود الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية المنبر في جمعة أمس. وقال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الشيخ محمد عز الدين عبد الستار إن هناك تعليمات مشددة من قبل وزير الأوقاف بمنع غير الأزهريين والحاصلين على شهادات من مراكز الثقافة الإسلامية التابعة للأوقاف بصعود المنبر، وذلك بهدف الحفاظ على قدسية المساجد ومنع تسييس المنبر. معانا الشيخ محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد. مساء الخير يا فندم. فندم اهلا وسهلا. فضيلة الشيخ، ممكن حضرتك توضح لنا ايه القصة، يعني ايه الموضوع؟ الموضوع بالنسبة لصعود حد زي مثلا زي الشيخ او الدكتور ياسر برهامي الى المنبر، ووزارة الاوقاف بتعترض على ده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو بالنسبة لموضوع صعود المنابر، حين قامت ثورتان عظيمتان، وحين تولى معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تم الجلوس معه في أمر المساجد، حيث أنه كان يصعد المنبر من يحمل دبلوم تجارة ودبلوم صناعة، من يعمل سباكا ومن يعمل نجارا. هذا أمر مقزز، فقمنا برفع هؤلاء وكان عددهم 12,000 لا يحملون مؤهلات أزهرية، وفتحنا باب لخطباء المكافأة الذين يحملون مؤهلات أزهرية عليا أو من خريجي معاهد الثقافة الإسلامية. تقدم إلينا 17,248 متقدم يحملون كلهم مؤهلات أزهرية، والحمد لله، لتغطية هذا النقص. ثم بعد ذلك أصدرنا تعليمات بأنه لا يصعد المنبر إطلاقا إلا من يحمل مؤهلا أزهريا، لكن رأينا في الآونة الأخيرة أن هناك تسلل من الإخوة السلفيين على منابر الأوقاف، رغم أننا قمنا بضم جميع المساجد بالقرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير الأوقاف رقم 64 لسنة 2014، والذي ينص على ضم جميع مساجد الجمهورية للأوقاف. لكننا رأينا كما تعلم في الجمعة قبل الماضية الشيخ محمد حسين يعقوب صعد على منبر الرحمن الرحيم في المنيا بدعوى أنه يتم افتتاح هذا المسجد، ونسى أن جميع المساجد تابعة لوزارة الأوقاف على الفور، ومنع وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة من صعود المنبر وافتتاح المسجد، رغم دعوة معالي السيد المحافظ لنا بافتتاح هذا المسجد. على الفور قام بعمل محضر، وغدا إن شاء الله هم يقفون، تم استدعائهم جميعا أمام النيابة في المنيا، الشيخ محمد حسين يعقوب والسيد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة ووكيل وزارة الأوقاف بالمنيا وعضو مجلس الشعب الذي منع المصلين من الدخول إلا هؤلاء الذين يجنحون لهم ويتبعوهم في سيرتهم وحزبهم السياسي، أي أنهم لم يسمحوا لأحد من دخول المسجد أبدا سوى السلفيين فقط، وبعد أن امتلأ المسجد عن آخره قاموا بغلق المسجد ومنعوا جميع المصلين ورجال فضيلة الأوقاف. الشيخ، هستأذن حضرتك، ألا يبدو طبعا، يعني أنا ما عنديش مشكلة خالص مع حضرتك بتقوله، بالذات من ناحية إنه فعلا في ناس غير مؤهلين علميا إن هم يصعدوا المنبر، إنما في ناس لها حظ قبول عند مجموعة من المصريين، يعني زي ما حضرتك مثلا علماء الدعوة السلفية حتى وإن لم يكونوا أزهريين، لكن هل يمكن أن حضرتك أو وزارة الأوقاف تنفي عنهم صفة العلم إنه عالم أو إنه داعية؟ نحن لا ننفي صفة العلم عن أي إنسان، العلوم متاحة لكل الناس، لكن لا يصعد، لا نسمح إطلاقا لأي إنسان أيا كان هذا الإنسان أن يصعد إلى منبر من منابر وزارة الأوقاف إلا إذا كان
يحمل مؤهلا أزهريا، وأيضا ليس مؤهلا أزهريا هو فقط، وليس له أي ميول سياسية أو انتماء حزبي لحزب من الأحزاب الموجودة على الساحة، أي أنه ربما يكون يحمل مؤهلا أزهريا ومع ذلك هو يعني نائبا لحزب أو رئيسا لحزب أو عضوا في حزب، فلن نقبله، لأنه عمله السياسة، سيستغل قطعا منصبه في هذا الحزب وفي السياسة ليتحدث عن انتخابات برلمانية قادمة وانتخابات رئاسية قادمة. فمن يعمل بالسياسة فعليه أن يعمل بالسياسة ولن نوافق له إطلاقا. أما من يعمل بالدين ويعمل في حقل الدعوة فأهلا ومرحبا به، لكننا نمنع كل السياسيين عن المنابر، لأنه كما رأينا حينما دخلت السياسة إلى المساجد ضاع الدين وضاعت السياسة. إذن لابد أن يكون هناك فارق بين رجل السياسة. طب شيخ محمد، معلش أستاذن حضرتك، هو إيه نوع العقوبة الموقع أو للأسف المفترض أن توقع على من ينتمي المنبر وهو ينتمي لحزب سياسي أو هو غير أزهري؟ يعني إيه العقوبة تصل لإيه يعني؟ هو احنا عندنا المنابر مقسمة إلى أقسام. هناك خطيب يصعد هذه المنابر وهو معين في وزارة الأوقاف. حينما يعتدي هذا الخطيب على الدولة أو على حزب من الأحزاب أو على الشرطة أو على القوات المسلحة بيتم إيقافه عن صعود المنبر والتحقيق معه، لأنه ابن للأوقاف وموظف ويعمل بها. هناك نوع آخر وهم خطباء المكافأة، وهؤلاء يعني نشبههم بمدرسي الحصص في المدارس، يعمل بالقطعة، يعمل بالحصة، يخطب عندنا. هذا إذا التزم على الرحب والسعة، لم يلتزم فإننا على الفور نقوم بإلغاء ترخيصه ولا يعمل معنا. هذه هي العقوبة. أما إذا تسلل النوع الثالث والأخير، إذا تسلل أحد المواطنين بدون أن يكون حاملا لترخيص وصعد المنبر بدون موافقة من الأوقاف، حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، إذا صعد على المنبر بدون ترخيص فعلى الفور كما حدث في مدينة المنيا في مركز أبو قرقاز بالتحديد في مسجد الرحمن الرحيم، حينما تسلل السيد محمد حسين يعقوب وصعد على المنبر عنوة، وقام بعض من الإخوة السلفيين بمنع رجال الدين من الدخول. الذي في أيدينا هو أن نعود إلى الدولة وإلى القانون، لأننا في دولة ولها احترام ولها سيادة. قمنا بعمل محضر وهو غدا سيمثل أمام النيابة العامة في محافظة المنيا غدا إن شاء الله.